لا، المرأة المستقلة نعم لا تحتاج ذكر، خليها تقعد وتعنس وتقابلني. أصبح عيب البنت تقول أنا أعرف أطبخ، بنات يستهزئون فيها. كيف تقولين أعرف أطبخ؟ اللي تطبخ هذه عبدة ذكور، اللي تنظف بيت هذه يسمونها عبدة ذكور. صارت البنت تخاف ليجيها عار في المدرسة أو في الجامعة ينقال لها عبدة ذكور. ولو قالت مثلا أنه أنا أحب وأنا ممكن أغسل رجل أو رجول زوجي بالماء والملح، هذه ممكن تتسوى عليها حملة. هاشتاج يتسوى إذا قالت أنا أعمل شيء لزوجي حرفيا. انت مع انه المرأة تغسل رجل زوجها؟ اذا كان رجال يسوى احطه على راسي، ليش لا؟ رجال الله خلقه. بتغسلي له رجليه؟ يا حبيبتي لو لم يكن هو ذكر كامل انا ما راح اكون انثى. انا حكون انثى على مين؟ على انثى زيك؟ مش لازم اكون انثى على ذكر على رجال بس بحياتي. الانوثه انه نغسل الانوثه اني اكون انثى وهو طبعاً. ذكر. طبعا الانوثه انه انا وعيت طبعاً. شفت امي، أنا وعيت شفت أمي تغسل رجول أبوي بالماء والملح كل ما يدخل البيت. طب هو بيغسل لها رجلها بالماء والملح؟ هو يقدرها بطريقة أخرى أرقى من كذا. هو موفر لها الأدوار شمس؟ هو موفر لها لا اسمعيني، هو موفر لها إنها كريمة في حياتها، لا توقف وتشتغل وتوقف زي الكلبة واقفة تنطر راتب شهري. يمكن هي